لو كل الجراكن وتروح تاخد ديوس في البنزينة؟ لا، احنا عادة ما بيحصلش عندنا أزمات في البنزين. بتتبع اسلوب عاجل وحصري ولا شاهد قبل الحادثه عشان تعمل ترافيك؟ شاهد وحصري. لو اديتك حرائق في عماره وثلاث محلات في الرواعي تخلصهم في قد ايه؟ دي حريقة كبيرة جدا وهتحتاج وقت وعربيات مطاف كتير عشان نقدر نطفيها كويس. عندكم أي حالات وفاة حصلت في طابور العيش؟ لا طبعا، ما حصلتش عندنا. طيب انت مشترك في جروب قهوه الصحفيين؟ أكيد كل الصحفيين مشتركين فيها. لو رحت تطفي حريقه في حاره مزنوقه والعربيه مش عايزه تخش جوه، هل بتتصرف ولا بتستنى لما الحريقه تجيب الحاره كلها وتجيلك لحد عندك وتطفيها؟ لا طبعا، أكيد في طرق كتير ممكن تساعدني إن أدخل أطفيها. لو أنت ماشي لقيت حادثة في الطريق بتقف تصورها ولا بتتفرج بس؟ بتعملوا الاعتصامات ازاي عندكم؟ بتقفوا برضه على سلم النقابه؟ لما بيبقى عندكم بلاغ عن حريقه بتطلعوا على طول ولا لازم المأمور يمضي على محضر المأموريه ويمضي على عهده ويمضي على خروج العربيه؟ طب بتتاكد من الخبر قبل ما تنزله ولا بعد ما تنزله؟ أكيد بتأكد قبل ما أنزله، وقبلها بتأكد من كل المصادر. مرتب رجل المطافي عندكم 3000 جنيه برضو، يعني تقريبا 150 يورو؟ لا، المرتبات عندنا بتتحدد على حسب الخدمة، ومرتبنا بيكون كويس جدا. بتعرف تستخدم طفاية الحريق اللي في العربية ولا أنت جايبها بس عشان المخالفات؟ الصحافه بالنسبه لك رساله ولا قرمان؟ رجل المطافي عندكم بيتأمن عليه من الدولة؟ أكيد. بتخلي دايما عندك في العربية طاولة أو كوتشينة عشان أزمات المرور؟ عشان نتسلى. انت ايه مصادرك في الاخبار؟ تويتر ولا فيسبوك؟ فيسبوك. لو طلعت تطفي حريقة ولقيت واحد تخين قوي جوه بتحاول تخرجه ولا بتلقنه الشهادة؟ أكيد بخرجه. لو حد من المسؤولين طلع في أزمة وقال لك اطمن، فعلا بتطمن؟ أحيانا. انت لو وقع تحت ايدك فضيحه بتساوم مين الاول؟ صاحب الفضيحه ولا رئيس التحرير؟ لو رحت تطفي حريقة ولقيت عيال صغيرة هل بتتعامل معاهم بأسلوب الحنية؟ يلا 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 نهاره أبيض يلا نهاره فل. يلا 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 نهاره اسود النار هتاكل الكل. موسم الحرائق عندكم بيبدأ مع انتخابات مجلس الشعب؟ لما الدنيا بتمطر هنا بتعملوا إيه عشان المية ما تخشش البيوت؟ طيب في اخبار الحوادث الخبر بيعمل شغل احسن لو المماطر عاش ولا مات؟ عادة أسباب الحرائق عندكم بتبقى ماس كهربائي ولا عقب سجارة ولا واحد مختل؟ المسؤولين الشباب عندكم بيبقوا سنهم فوق ال60 ولا تحت ال60؟ عمرك بتستغل ازمه في البلد عشان تسترزق منها؟ بقول لك ايه يا علاء، كلمتين كده بقى للبرنامج. حرام عليك، ده وقت كلمتين. انا بصراحه في مفاجاه مش عايز اقولها لك قدام الجثث، في صالون رايح على البيت. انا جاهز بالكلمتين. عمرك وصلت لمكان الحريقة قبل ما الأهالي يطفوها؟ لو طلبت النجدة ممكن تنفض لك ولا أكيد هتنفض لك؟ لا أكيد مش هتنفض لي. عامل تسعيره للمقالات الحلوه في حق الفنانين؟ لما بتطفي حريقة بنجاح بتروح تقف جنب صاحب البيت وتقول له قدر ولطف وكل سنة وانت طيب والشويتين دول؟ لا، لكن بطمنه. لما بتحصل عندكم سيول بتاخد اجازه من الشغل ولا بتأجر جيت سكي؟ ما عملتش ليه برنامج عشان تحقق فيه كل احلامك؟ طب ممكن تكتب لي مرهم كويس للحرايق؟ طبعا. ريبلا ماست. ريبلا ماس. مرهم كويس. مش سيجنال 2 يعني؟ لا. اوكي. ريبلا ماست ده مرهم كويس. داليبور، نشكركم لحسن تعاونكم. Thank you. That's it. Yes, that's it. اوكي ثانك يو فيري ماتش. احنا في كرايسس حضرتك والله العظيم. You check the supermarket. اوكي. تو. Yes. اهو معاك. استنى بس يطلعهم. This is for children. Milk for children. ثانك يو. Very nice, very ثانك يو. ايوه هو كان 1 يورو بس اول امبارح، دلوقتي مفيش في السوق. حضرتك في أزمة في السكر. في كرايسس حضرتك، اقسم بالله لو رحت السوبر ماركت ما هتلاقيه. 2 يورو. لو رحت السوبر ماركت ما هتلاقيه. 2 يورو فور ذا بور جاي. عيان مريض. تراي. نو. نو. اتفضل حضرتك، مش عايز. اوكي اتفضل خلي بالكم عشان ده شكله عشان ده مكان اكل عيش. We are working here. ده شكله من حماية المستهلك يا جدعان. حيوان شوجر يا شوجر. قربوا السكر هنا وده للاطفال. It's milk for You pay me children. 5 euros to take this and yes and عايز حضرتك؟ takes you home. قبل ما تلاقي في ازمه سكر وحضرتك عارفه. اتفضلي. 2 مش يورو. هتلاقي، يعني هو ارخص من السوبر ماركت، مش هتلاقي في السوبر ماركت In the اصلا. supermarket. ده اكل عيش يابا. 5 يورو. هات يا عم، يلا اتكل على الله يا عم. You take it and he takes you home. Okay?
Why? Hisham is very nice He's guy. cute. He's cute. Hisham is a very nice guy. We pay you 5 euros and 2 bananas. Yes. اسأل بس زبايني زباينك. Same. احنا واحد.